بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله النهارده هنشتغل مع بعض محافظة الشرقية، الجبر 2024، إدارة العاشر من رمضان، توجيه الرياضيات. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. باقي طرح -5 س من 2 س. طيب ده سؤال تراكمي من أولى إعدادي. لما يقول لك باقي طرح، على طول احنا عارفين إن أنا باخد التاني ناقص الأول. بالفهم إن المفروض أنا عايز باقي طرح -5 من 2 س، فأبدأ ب 2 س الأول، وبعد كده -5 س، وأغير الإشارة بتاعت التاني. إشارة التاني سالب، يبقى على طول تبقى موجبة، يبقى 2 زائد 5 هتساوي 7 س. يبقى الاختيار الصحيح هو 7 س. السؤال التاني: إذا كانت النقطة أ و5 تحقق العلاقة س زائد ص بتساوي 10، فإن كلمة تحقق دي معناها إن السين تساوي والصاد تساوي 5، فشيل السين وحط وشيل الصاد وحط 5، يبقى س زائد 5 تساوي 10. وأدي الخمسة بعكس الإشارة، يبقى هتساوي 10 ناقص الخمسة تساوي 5، يبقى الاختيار الصحيح هو د. السؤال الثالث: إذا كان حجم مكعب 125 سنتيمتر مكعب، فإن مساحة أحد أوجهه. عشان أجيب مساحة أحد أوجه المكعب لازم أجيب طول حرفه. طيب هو قال لي إن حجم المكعب هنا، ركز معايا، الحجم هو لام تكعيب بيساوي 125. خد الجذر التكعيبي، يبقى لام بس بتساوي 5 سنتي. طيب مساحة الوجه الواحد بيساوي لام تربيع، يبقى 5 في 5 بيساوي 25، أو 5 أس 2 يعني 25. السؤال الرابع: العدد النسبي الذي يقع بين 2 من 10 و 3 من 10 هو. طيب هو 2 من 10 على طول بعدها 3 من 10، فما فيش أصلا أي حاجة بينهم، فأنا لازم أكبر العدد ده، بدل ما هو جزء من 10 أخليه جزء من 100. طب عشان أخليه جزء من 100، أنا دي 2 من 10 أهي و3 من 10. لو أنا حطيت صفر هنا وحطيت صفر هنا، بقت 20 من 100 و30 من 100. إيه رأيك بعد ال 20 كام؟ ها؟ سامع طلب شاطر. 21 من 100، وبعدها 22 من 100، 23 من 100. طب المحصول بين 20 من 100 و30 من 100 هي 21 من 100. طيب جميل جدا. السؤال الخامس: إذا كان المنوال لمجموعة القيم 6 و10 و8 و2 س هو 10. كلنا عارفين إن المنوال هو أكثر القيم تكرارا، ومعنى إن هو يقول لك إن هو 10 يبقى أكتر قيمة اتكررت ال10. طب ال10 ظهرت مرة واحدة، ما ينفعش آخدها منوال، يبقى لازم تظهر تاني. يبقى مكان الاتنين س دي المفروض يكون في كام؟ 10. طب عشان الاتنين س دي تكون 10، لازم الس دي يكون مكانها كام؟ 5، لأن 2 في 5 يتساوي 10، أو تقسم 10 على الاتنين يديك كام؟ الخمسة، يبقى س بتساوي 5. طريقة تانية: 2 س هنساويها بالعشرة، نقسم على معامل السين اللي هو الاتنين، يبقى السين بتساوي كام؟ س تساوي 5. سؤال 6: إذا كان الوسط الحسابي للقيم 15 و8 و10 و6 و14 وكاف هو 14، فإن كاف لو طلب مجهول في الوسط الحسابي اكتب مجموع القيم تساوي الوسط في عددهم. فالمفروض تروح تجمع لي القيم دي وحط لي الكاف في المجهول ده في الأول. تقول لي 15 زائد 8 زائد 10 زائد 6 زائد 14، ده كله بيساوي الوسط. فعددهم الوسط بالنسبة لك هنا هو 14. فعددهم تعالى نعدهم: 1 2 3 4 5 6. في ناس بتغلط وتسيب الكاف ما تعدوش، لا هم عددهم كلهم 6 قيم. فنجمع دول كلهم، يبقى كاف هتساوي 15 زائد 8 زائد 10 زائد 6 زائد 14 دي زائد 53. يبقى عندي كده الأول أقول له كاف زائد 53. دي بتساوي 6 في 14 ب 84. يبقى الكاف هتساوي، من هنا كاف أقول له 84 ناقص 53 هتساوي 31.
يبقى على طول أول ما يديك المجهول في القيم فتكتب لي القانون مجموع القيم بيساوي الوسط في عدد. السؤال الثاني أكمل ما يأتي. مجموعة حل المعادلة س تربيع زائد 4 يساوي صفر فيه ح. طيب أبدأ أحلها عادي جدا، أقول له س تربيع ودي السالب 4 الأربعة بعكس الإشارة تبقى السالب 4، ناخد الجذر يبقى س بتساوي مفروض موجب أو سالب جذر كام؟ سالب 4. أنا ما عنديش جذر تربيعي تحته سالب، ففي الحالة دي بقول له مجموعة الحل هي فاي. سؤال على الفترات. الفترة 3 مفتوحة و7 مفتوحة، اتحاد 3 و7 أقواس مجموعة يعني مجموعة. هنا معناها التلاتة والسبعة فقط، أما هنا ما بين التلاتة والسبعة، بس التلاتة مش معايا والسبعة مش معايا. ومعنى كلمة اتحاد أو علامة الاتحاد يعني أنا بجمع الفترتين مع بعض أو بجمع الفترة مع المجموعة. يعني لو العنصر موجود مرة واحدة في أحد الفترتين باخده معايا. طب التلاتة مش موجودة في الفترة الأولى بس موجودة في المجموعة التانية فهاخد التلاتة معايا. طبعا اللي بينهم هيكون معايا. السبعة مش موجودة في الفترة الأولى بس موجودة في المجموعة، فأنا هاخدها معايا يبقى الفترة 3 و7 مغلقة. اعرفها قاعدة، لو بعمل لفترة مفتوحة اتحاد مجموعة، هي العناصر اللي في الأحرف في بداية الفترة ونهايتها هي نفس الأرقام اللي موجودة في المجموعة، باخد الفترة المغلقة. إذا كان الزوج المرتب كاف وتلاتة كاف يحقق العلاقة. كلمة يحقق العلاقة لسه ذاكرها لك من شوية، يعني عوض مكان المسقط الأول اللي هو س بكاف والمسقط الثاني اللي هو تلاتة كاف مكانه مين؟ صاد. شيل السين أهيت وحط مكانها كاف، يبقى 2 في كاف زائد صاد 3 كاف، ده بيساوي كام؟ 10. 2 في كاف هي 2 كاف، يبقى عندي 2 كاف و3 كاف 5 كاف، دي بتساوي 10. نقسم على الخمسة وعلى الخمسة يبقى كاف تساوي 2، يبقى قيمة الكاف هتساوي 2. السؤال الرابع. الخط المستقيم المر بالنقطتين 4 وسالب 4 و4 و4 يوازي محور. راحت الميل الأول وبعدين هنحدد من القيمة بتاعته. الميل هو فرق الصادات على فرق السينات. 4 ناقص 4 يبقى 4 زائد 4. طيب والسينات 4 ناقص الأربعة. 4 و4 8 و4 ناقص 4 صفر، ما دام المقام بصفر يعني الميل غير معرف. ما دام غير معرف إذا هو يوازي محور مين؟ الصادات، فنقول له يوازي محور الصادات. طيب السؤال الخامس. إذا كان الحد الأدنى للمجموعة هو 7 وحدها الأعلى هو س ومركزها هو 9 فإن س. طيب أنا عندي قانون للمركز بيقول إيه؟ المركز للمجموعة بيساوي الأدنى الحد الأدنى يعني زائد الأعلى على الاتنين. طيب المركز هو قال لك إن هو بيساوي 9، عوض عنه يبقى أقول له 9 يساوي الأدنى هو 7 زائد الأعلى هو س على الاتنين. هعملها معادلة واضرب طرفين في وسطين. التسعة دي مقامها واحد يبقى 7 زائد س بتساوي 18. هات السبعة بعكس الإشارة الناحية التانية، يبقى نقول له السبعة تيجي هنا يبقى س تساوي 18 ناقص 7، يبقى س بتساوي كام يا شباب؟ هتساوي 11. أتمنى يكون مفهوم. المعكوس الجمعي للعدد جذر 5 زائد جذر 3. كلمة معكوس جمعي يعني غير إشارات العدد كله، يعني الجذر 5 تبقى سالب جذر 5 والموجب جذر 3 يبقى سالب جذر 3. ممكن نكتبها بطريقة تانية تبقى سالب بره وجذر 5 زائد جذر 3. السؤال الثالث أول أسئلة المقالي. اثبت أن جذر التكعيب 128 زائد جذر التكعيب 16 ناقص 2 جذر التكعيب 54 بيساوي صفر. مسائل إثباتات مينفعش أشتغلها بالآلة الحاسبة. طيب بداية كده هو كله جذر تكعيبي، فأنا عايز أشوف عددين ضربهم 128 وأحدهما له جذر تكعيبي. طيب بص معايا كده وركز، هو سؤال سهل وبيتكرر كتير في امتحانات. السؤال هكتبه قدام منك تاني اهو. جذر تكعيبي 128
زائد جذر التكعيبي لل16 ناقص 2 جذر التكعيبي لل54. ال128 دي يا شباب هي عبارة عن 2 في 64، وال16 هي عبارة عن 2 في 8، وال54 هي 2 في 27. طيب مين اللي هيخرج من هنا اللي له جذر تكعيبي ال64 تخرج بكام؟ ب4. هيتفضل لك جذر التكعيبي الاتنين، واللي يخرج من هنا ال8 زائد 2 جذر التكعيبي الاتنين، واللي هيخرج من هنا ال27 هيخرج ينضرب في الاتنين اللي بره ما تنساش، يبقى سالب 27 ب3 في 2 يبقى بسالب 6 جذر التكعيبي الاتنين. لو انت خدت بالك كلهم جذر تكعيبي الاتنين، فانا باخد جذر التكعيبي الاتنين وافتح قوس واخد المعاملات، هنا 4 وهنا 2 وهنا 6. 4 و2 6 ناقص 6 يديك صفر، صفر في جذر 3 تساوي صفر، يبقى إذا الطرفان مالهم متساويان. طيب السؤال بقى بيقول لي س ب4 على جذر 7 زائد جذر 3 وصاد بجذر 7 زائد جذر 3. اثبت إن س وصاد عددان مترافقان ثم أوجد س تربيع ناقص صاد تربيع. سؤال المترافقات يا شباب إن أنا أول خطوة بظبط قيمة السين أو الصاد اللي هي مش متظبطة معايا. لو مديني السين مثلا بسط على مقام لازم أعدلها، فأقول له س دي محتاجة تتعدل، هي المفروض 4 على جذر 7 زائد جذر 3. فأنا عشان أعدلها هضرب في المرافق، المرافق اللي هو بتاع المقام اللي هو يكون جذر 7 ناقص جذر 3 على جذر 7 ناقص جذر 3. طيب خطوات حل السؤال بتاع المرافق بتاعي كضرب، البسط ينزل زي ما هو 4 في جذر 7 ناقص جذر 3 وأحطها في قوس. تحت لما بضرب عدد في مرافقه بيديني مين؟ ها، عدد حقيقي، جذر 7 في جذر 7 يديني 7، وموجب في سالب يديني سالب، وجذر 3 في جذر 3 يديني 3. 7 ناقص 3 دي بكام يا شباب؟ ب4. طب ما الأربعة في المقام زيها في 4 في البسط، يبقى أنا عندي دلوقتي كده س بتساوي كام؟ س هتساوي جذر 7 ناقص جذر 3، دي كده قيمة س. طب ما قيمة الصاد هو مديها لك بكام؟ جذر 7 زائد جذر 3، فتقول لي إذا س وصاد مالهم مترافقان. طيب قال لي ثم أوجد قيمة س تربيع ناقص ص تربيع. بسيطة. طب ما أنا عارف يا مستر إن س تربيع ناقص ص تربيع هي يا مستر س ناقص ص الكل تربيع، فعوض فيها على طول. س معاك بجذر 7 ناقص جذر 3 ناقص الصاد هي جذر 7 ناقص جذر 3. طب ليه ناقص ناقص يا مستر مع إن دي جذر موجب ودي موجب؟ السالب بيخش على القيمة كلها بيغيرها تربيع. جذر 7 راح مع سالب جذر 7، هيتفضل لك سالب 2 جذر 3 لكل تربيع. ربع الاتنين دي ب4، ربع جذر التلاتة دي ب3، 3 في 4 ب12، والسالب التربيع هيوديه. انت ممكن بعد ما تكتب دي كده تدخلها على حاسبة يطلع القيمة بكام؟ ب12. السؤال الرابع يا شباب، اسطوانة دائرية قائمة حجمها، يبقى أنا شغال مع اسطوانة واداني الحجم وارتفاعها عين بيساوي طول نصف قطرها، يعني بيساوي نق. أوجد طول نصف قطر قاعدتها ومساحتها الجانبية علما بأن باي ب22 على 7. طيب تعال نكتب الأول قانون الحجم للأسطوانة، فأقول له الحجم في الأسطوانة ده بيساوي باي نق تربيع عين اللي هو 343 باي. بداية كده لو لقيت باي في اليمين وباي في الشمال خلي الباي تقول لي الباي باي باي. هيتفضل لك نق تربيع عين. أنا لسه قايل لك من شوية إن عين بتساوي نق، ما دام عين بتساوي نق فأنت ممكن تشيل أي واحدة، تشيل عين وحط مكانها نق. خلاص يبقى عندك فاضل نق تربيع وشيل العين وحط مكانها نق، يبقى في نق هتساوي 343. نق تكعيب دي أس واحد، نق تربيع في نق أس واحد بنق أس 3 هتساوي 343. يبقى دلوقتي لما أجي أجيب الجذر التكعيبي
و343 آخد له الجذر طبعًا التكعيبي، يبقى نَق بس بتساوي كام؟ 7. كده أنا جِبت مين؟ نُص القطر. هو كان طالب نُص القطر القاعدة. طب المساحة الجانبية بتاعة مين؟ بتاعة الأسطوانة أو المساحة الجانبية دي بتساوي 2 باي نَق في ع. طب ما الاتنين معايا، الباي ب22 على ال7، نَق ب7، ع بكام يا شباب؟ ما هو قال لي الع بتساوي نَق، يبقى كل برضه بكام؟ ب7. ال7 دي راحت مع دي، هيتفضل لي 2. 2 في 22 في 7 تطلع معاك 308 سنتيمتر مربع. السؤال بقى، أوجد مجموعة حل المتباينة 2 س ناقص 1 أكبر من 7 في ح موضحا ذلك على خط الأعداد. تعال نحل المتباينة مع بعض، وحل المتباينة هو سهل جدا. 2 س ناقص 1 أكبر من 7. أنت عايز تجيب قيمة السين، يعني كده أنت عايز تخلص من السالب 1 دي، فتقول له بإضافة 1 للطرفين، بتضيف عكس الرقم ده اللي جنب السين، فتبقى 2 س ناقص 1 وزود لي 1 أكبر من 7 وزود 1. هنا السالب 1 راح مع الموجب 1، اتفضل لك 2 س بتساوي 7 1 كام؟ 8. نقسم على الاتنين وعلى الاتنين، يبقى قيمة السين بتساوي كام؟ 4. طيب خد بالك هنا العلامة بتاعتك، معلش يا شباب، العلامة بتاعتنا هنا تباين مش معادلة، فنقول له أكبر س أكبر من الأربعة، يعني من 4 مفتوحة لا ما لا نهاية. طب قال لي موضحا ذلك على خط الأعداد، فبعمل خط أعداد أهو يا شباب، أدي خط أعداد، وأقول له من عند الصفر هنا 1 2 3 4 5 إلى ما لا نهاية، سالب 1 سالب 2 سالب 3. هنبدأ من عند الأربعة ومفتوحة، وأبدأ أعمل خط كده وسهم وأسيبه زي ما هو. السؤال الخامس ألف، مثل بيانيا العلاقة الخطية ص بتساوي 4 ناقص س. عشان أمثل بيانيا أنا محتاج نقطتين. مثل بيانيا العلاقة الخطية ص بتساوي 4 ناقص س. عشان أمثل العلاقة يا شباب أنا لازم يكون معايا على الأقل نقطتين. طيب دي العلاقة معايا ص بتساوي 4 ناقص س. طيب تعالى نعوض مرة، نحط س مرة بصفر ونجيب قيمة الصاد، فنقول له ص بتساوي 4، شيل السين وحط مكانها صفر، يبقى 4 ناقص صفر بتساوي كام؟ 4. يبقى النقطة الأولانية هي الصفر و4. وأحط س بتساوي مثلا 1، يبقى ص بتساوي 4 ناقص 1 بتساوي 3، يبقى النقطة التانية 1 و3. روح ارسم النقطتين دول على الشبكة التربيعية اللي هي س الموجبة وس سالبة وصاد موجب وصاد سالب. عند صفر و4 أدي الصفر، وأحط عند الأربعة إكس، وعند 1 و3 وعند الواحد و3. أبدأ أوصل بدول خط مستقيم يمر بالنقطتين أهو. كده أنا وصلت خط مستقيم بيمر بالنقطتين اللي أنا رسمتهم. طيب جميل جدا، يبقى أنا دلوقتي كده رسمت الخط المستقيم بتاعي بنقطتين اتنين بس. ممكن ناس تانية بتعمل جدول، يقول لي مثلا أعوض بالصفر، وناس ممكن تعملها إيه، خطوتين كده عادي. السؤال الأخير بقى، الجدول التكراري التالي يبين التوزيع التكراري لدرجات 20 طالب في امتحان مادة الرياضيات. يقول لي أوجد الوسط الحسابي لدرجات الطلاب. عشان أجيب الوسط الحسابي للمجموعات في جدول تكراري ذو مجموعات زي ده، ببدأ أعمل جدول مكون من 4 خانات، 2 خانتين أنا بحطهم من عندي وخانتين من عنده. الخانتين اللي من عنده هي المجموعات والتكرار، فالجدول عبارة عن المجموعات، مركز المجموعة، التكرار م في ك.
طيب أنا نقلت المجموعات 5 15 25 35 45 إلى 55. التكرار اللي هو كام؟ 4 5 6 3 2. وباعمل خانة في الآخر اسمها المجموع، هنا كده المجموع. طب التكرار أصلًا هو ادّاني مجموع ب20، فاضل بس أجيب مركز المجموعة وأجيب م في ك. طب مركز المجموعة يعني إيه؟ يعني باجمع المجموعة الأولى دي، باجمع رقم 5 و15 وأقسمهم على كام؟ على الاتنين، فنقول له مركز المجموعة دي بتساوي الحد الأدنى زائد الأعلى على الاتنين، يعني هتساوي 5 زائد 15 واقسمها على الاتنين، يعني 20 على الاتنين فيها ال10. فنقول له مركز المجموعة الأولى هي 10 وراحت واحدة بس وخلاص، وبعد كده أشوف كل مرة بيزوّد كام، 5 بقت 15 زوّد 10، فأنت كمان زوّد لي 10 على دي، تبقى 20 30 40 50. طب الم في ك هابدأ أضرب ال10 في ال4، الم أهيّة والكاف اللي هي التكرار، 10 في 4 ب40، 20 في 5 دي ب100، 30 في 6 دي ب180، 40 في 30 120، 5 في 2 50 في 2 بكام؟ ب100. أبدأ أجمّع الخانة بتاعة م في ك ونشوف هتدّيني كام. أدي 100 وأدي 120 يبقى 220 وكمان 180 كمان معايا كمان 100، يبقى ده كله في الآخر جمّع معايا 720. لأ 540 معلش sorry 540. أروح أقول الوسط الحساب يا شباب بيساوي مج م في ك على مجموع الكاف، يعني يساوي 540 على كام؟ 20. الصفر راح مع الصفر يبقى فيها 54 على الاتنين فيها ال27. وكده يا شباب نكون وصلنا نهاية الامتحان بتاعنا، أتمنى نكون استفدتم. طبعًا ما تنساش تشيّر المحتوى وتفعّل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.